الاعتقاد السائد بيقول إن خطوط إمدادنا متقطعة. الادعاء ده غلط. شبكة إمدادنا مش مجرد متقطعة، دي فاضية خالص. إحنا تخطينا الخط الأحمر. إحنا في نوفمبر 2025 وهمسات الندرة الخافتة اتحولت لحقيقة قاسية باينة على أرفف المحلات، أو بالأصح بغيابها الصارخ. دي مش مجرد نبوءة، دي نشرة حية مدعومة بالأرقام بتفصل 7 سلع أساسية بتختفي حالياً. خدوا بالكم من التحذير ده. على رأس قائمتنا أموكسيسيلين الأطفال، الوباء الثلاثي المتزامن من فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والإنفلونزا وكوفيد-19 بيضرب بقوة كبيرة. مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بتشير إلى أن إصابات فيروس الجهاز التنفسي المخلوي عند الأطفال لوحدها زادت بنسبة 40% مقارنة بالسنة اللي فاتت. ونتيجة لكده انتشر نقص حاد على مستوى البلد كلها في المضادات الحيوية السائلة الضرورية لأطفالنا. الصيدليات بتعاني من طلبات مش متنفذة. لو ابنك عيا، خيارات العلاج المتاحة بتنقص بشكل مخيف. اللي جاي ملابس الشتاء الأساسية. بالظبط في الوقت اللي عواصف الشتاء الأولى بتلوح في الأفق، أرفف العرض المخصصة لمعاطف الشتاء والملابس الحرارية فاضية تماما. التعريفات الجمركية اللي اتفرضت مؤخرا وقفت استيراد أقمشة الشتاء الأساسية. وزارة التجارة الأمريكية بتأكد انخفاض بنسبة 35% في واردات ملابس الشتاء اللي جاية من الدول المصنعة الرئيسية. دي مش مجرد مسألة موضة، دي مسألة حياة أو موت. ثالث سلعة أساسية بطاريات مولدات الطاقة الشمسية، وبالتحديد خلايا LFP4 اللي موجودة في أجهزة إيكوفلو وبلو أدي المشهورة. انهيار شبكة الكهرباء اللي حصل قريب في شبه الجزيرة الأيبيرية ولع جرس إنذار كبير عند كل اللي قلقانين على صمود البنية التحتية للطاقة، وده خلى فيه طفرة غير مسبوقة في الطلب على حلول الطاقة المتنقلة. سجلات الشراء بتكشف عن قفزة مهولة بنسبة 50% في المبيعات، وده في الربع الأخير بس. النقطة الرابعة بتاعتنا، ودي بصراحة مقلقة جدا، بتتعلق بالمضادات الحيوية اللي مخصصة للسمك. الناس وصلت لمرحلة يأس خطيرة. مع إن وصفات المضادات الحيوية البشرية بقت بعيدة عن إيديهم، عدد متزايد من الأفراد بيلجأوا لأدوية البيطرة زي الفيش موكس والفيش دوكسي. بياعين الإنترنت بلغوا عن زيادة دراماتيكية بنسبة 60% في شراء السلع دي بالذات. الحل الخطير ده الناس بتستغله عشان النظام التقليدي خذلهم. نروح للنقطة الخامسة، البروتين المجفف بالتجميد. الضغوط التضخمية المستمرة حولت البروتين الحيواني الطازج لرفاهية غالية على جزء كبير من الناس. بيانات مؤشر أسعار المستهلك بتشير إن تكلفة اللحوم الطازجة زادت بنسبة 20% في آخر 12 شهر، ونتيجة مباشرة لكده الناس بتشتري بكميات مهولة أكل مصمم للتخزين لفترات طويلة. الطلب على اللحوم المجففة بالتجميد زاد بنسبة 100%، وده قضى تماما على مخزون البياعين المتخصصين في السلع اللي صلاحيتها ربع قرن. البند رقم 6، يوديد البوتاسيوم. الترند ده بيظهر بشكل خفي، لكن سرعته لا يمكن إنكارها. وسط قلق نووي عالمي متزايد، فيه تراكم مستمر وغير معلن للأقراص دي اللي بتحمي الغدة الدرقية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثقت زيادة بنسبة 45% في توزيع حبوب يوديد البوتاسيوم على مستوى العالم خلال السنة اللي فاتت. في إجراءات بتتاخد من وراء الستاير بخصوص أمور مش معترف بيها علنا. وأخيرا النقطة السابعة بتاعتنا، قطع غيار السيارات اللي مصدرها أجنبي. لو عربيتك احتاجت كاوتش معين أو حساس إلكتروني، جهز نفسك لصدمة ممكن تكون قوية. الخناقات التجارية العالمية اللي شغالة دلوقتي بتخنق بشكل فعال إمدادات المطاط والمكونات الإلكترونية الحيوية. إدارة السلامة المرورية القومية الموقرة بتاعتنا بتدق ناقوس الخطر بالفعل، وبتلاحظ زيادة مرعبة بنسبة 30% في العربيات اللي مركونة ومتربة. كل ده بسبب قطع الغيار اللي اتبخرت. الكاوتش اللي نام ده ما بقاش مجرد تصليح سريع، دي ممكن تكون حبسة شهور لعربيتك. دلوقتي ركز كويس قوي، خلينا نكون واضحين تماما، ده مش إشارة لهستيريا جماعية، لا، ده نداء قاطع لتحرك فوري وما فيهوش هزار. ما تفضلش واقف تتفرج لحد ما ممرات المحلات تبقى شبه أرض خراب بعد نهاية العالم. ما تترددش لحد ما كلمة خلصت تبقى محفورة في الصخر. لما السلع القايمة دي تظهر،
استوعب كويس قوي معناها الخطير. دي علامة قوية إن باب الفرص بيتقفل في وشك بسرعة. لقيتهم اخطفهم.